طيب هنروح لزكية ونشوف زكية عايزة تقول لنا إيه النهاردة، هتقولي إيه النهاردة يا زكية؟ مساء الخير معالي المستشار. أهلا بيك يا زكية. دايما مواضيعك مهمة، وطبعا لي استفسار، وهو إيه بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع المصري؟ شكرا يا زكية، ونسمع الإجابة من معالي المستشار. المشرع حينما أورد هذا الإجراء قانونا ونص عليه في نص المادة 134، هذه المسألة أو هو لم يورد الحبس الاحتياطي على اعتبار أنه هو الحل الوحيد، ولم يورد الحبس الاحتياطي على اعتبار أنه هو الأصل في هذه المسألة. فكما قررنا هو استثناء دستوري طرأ على الأصل العام، فجعل من البدائل للحبس الاحتياطي بما كان. وهذا هو توجه بالمناسبة بالنسبة للشارع في شأن أنه لم يجعل الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة القصوى. فهناك من البدائل يا سيدتي زي إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، وزي الإقامة الجبرية والمنع من السفر، وأن يتردد مثلا على قسم الشرطة في فترات أو في أحوال معينة، وغيرها الكثير من هذه البدائل. فيكون الغاية من هذه المسألة في أن المشرع كان حصيفا في هذا الأمر، وجعل أن الحبس الاحتياطي ليس هو الأصل، وإنما يقرر وفقا للضرورة، وفقا لما تقتضيه سلامة التحقيق، وفقا لما يطرأ على مجريات التحقيق. فيقرر هذا الأمر وهذا الإجراء الجهات المختصة أو الممنوحة وفقا للقانون هذا القرار وهذا الأمر، لكنه ليس في الأصل هو الحل الوحيد أو الحل الأول. يعني احنا مش بنلجأ دايما، أو الجهات المختصة ما بتلجأش دايما للحبس إلا الاحتياطي لو كحل. مضطر. إلا في الضرورة القصوى، إذا كان الأمر يقتضي تقييد حرية المتهمين فيكون ذلك، وأجاز لهم القانون ذلك، ومن قبل أجاز الدستور في هذه المسألة، إلا أنه يجب أن يأتي متوافقا مع الضمانات الإجرائية وما تقتضيه سلامة التحقيقات، وبما يكفل حرية المتهمين أو الأشخاص الدستورية. طيب إيه هي بقى الجهات المعينة اللي بتصدر الحبس الاحتياطي؟ يعني هل هي النيابة، هل هي المحكمة، إيه هي الجهة اللي بتصدر؟ بالطبع الجهات المعنية، مم. لأن هو حينما أورد هذا القرار قانونا، فوضع لنا أو حدد لنا الجهات الممنوحة لهذه المسألة والجهات المختصة بهذا الإجراء. يعني مثلا أنا ما أقدرش أقول أن هناك جهة إدارية ترى أنه أن فلان ده يحبس احتياطي فتقرر بحبس احتياطي، أمر غير مقبول. لا نستطيع أن نقول يا سيدتي بأن رجال السلطة العامة، قسم الشرطة ورجال الشرطة، لا نستطيع أن نقول بأنهم لهم الحق أو لهم الأحقية في أن يقرروا إذا ما كان هذا المتهم يحبس احتياطيا أم لا. مم. رجال الشرطة ورجال السلطة العامة هم أو هذه المرحلة مرحلة جمع الاستدلالات، له أن يقبض وأن يفتش وأن يجمع الاستدلالات، يجري التحري وما إلى ذلك من الأمور، إلا أن القانون حدد لضمان سلامة هذا الإجراء لأنه إجراء له من الخطورة فجة، فهو طبعا. يقيد حرية المتهمين. عقوبة، الأصل كأنه العام، عقوبة، كأنه الأصل بيعاقب المتهم. هو حبس. مش عقوبة، لكن هو يعادل مع بيتساوى في بالظبط. الأثر في هذه المسألة صحيح. مع العقوبة. لكنه هو لو طالت فترة الحبس الاحتياطي، يعني أنا مثلا لو أنا اتحبست سنتين وأخدت عقوبتي وليكن 3 سنين، طب أنا يعني فترة العقوبة نفس، طب لو أخدت براءة، لو صحيح، مين اتحبست هيرجع لي سنتين السنتين دول؟ واتحكمت فالمحكمة قاضت ببراءتي، أو لو اتحبست سنة واتحكمت فالمحكمة قاضت ببراءتي، هذه المدة أين هي من حرية، أين هي من صحيح. الضمانات الجنائية الخاصة بالمتهمين؟ طيب. فهناك أمور في شأن هذه المسألة، لأن هو التوسع في نص المادة 134 الحقيقة، يعني التوسع في استخدام هذا الإجراء وهذا القرار الحبس الاحتياطي لربما يتعارض في بعض الأحيان مع الدستور، لكن ليس هو الأصل. يعني الأصل أن هناك توازن دستوري فيما بين الدستور والتشريعات الجنائية، لكنه في بعض الأحيان لربما يكون هناك تعارض، لربما نكون امام شبهه عدم دستوريه، اذا طالت المده مثلا او اقتربت من اصل العقوبه، اذا كان هناك او اذا تم تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين اكثر من مره دون ان يكون هناك سبب واضح لهذا التجديد، دون ان يكون هناك سبب نستطيع ان نقف عليه حتى يكون التجديد في شان الحبس الاحتياطي مقبولا. هذه الامور لربما تخرج عن دائره التنظيم والدائره الدستوريه التي قصدها الدستور في هذه المساله، وكفل بها حمايه الحريات
فلربما نكون أمام شبهة عدم دستورية. فالتوسع الذي جاء في المادة 134 الحقيقة هو أمر لربما نكون أمام شبهة عدم دستورية بامتياز. فالحبس الاحتياطي في مضمونه ليس عقوبة، فلا عقوبة بغير حكم قضائي، وإنما هو بيتساوى مع العقوبات في الأثر. طب ايه بقى الجهه المعنيه؟ هي مش الشرطه؟ الجهات المعنية لا مش الشرطة، الجهات المعنية زي ما قلنا هو النيابة العامة، قاضي التحقيق، قاضي الموضوع في محكمة الموضوع. هذه الجهات التي حددها القانون والتي منحها هذه الصلاحية وفقا للإجراء. فتستطيع النيابة العامة أن تقيد حرية متهم في مسألة معينة أو متهم في جريمة معينة بما يضمن سلامة التحقيقات وبما يضمن سير العملية الإجرائية والعملية التحقيقية نفسها. فلها أن تأمر أو أن تصدر قرارا بحبسه احتياطيا، ثم بعد ذلك بننتقل إلى التدرج الإجرائي المتعارف عليه وفقا للقانون. وهذه الجهات الوحيدة التي أو المنوط بها إصدار هذا القرار، لأن هو المشرع لما حدد الجهات دي بعينها كان يقصد الحفاظ على الضمانات الإجرائية والحفاظ على حماية حقوق المتهم الإجرائية بما يتوافق ويكون هناك توازن دستوري مع نص المادة 54 من دستور 2014.